هنا ترقد فتاتان من آل درهم القدسي نجيا من الموت بأعجوبة، بينما استشهدت 7 نساء من أسرتهن في إطلاق صاروخ كاتيوشا لميليشيا الحوثي على منزلهم بحي ديلوكس وسط مدينة تعز. ما عاد دريناش بأي شيء، نحن صرع بنا اللي صرع ولا تحت الأنقاض، خرجونا من تحت الأنقاض، أنا زوجي وبنت أخوه بس، والباقي كلهم راحوا. 7 راحين علينا بنات، يعني جامعيات، إيش ذنبهم هذا؟ إيش عملوا؟ بس وهذه بترت رجلي يعني بقى اسمه، وهذه السنتين أقول ذاهن تعبانة. في الغرفة المجاورة ضحايا قذائف الحوثي التي تنهال عليهم في الجبهة الغربية، والتي تطلقها الميليشيات من اللواء 35 والذي لا يزال تحت سيطرة ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين. أخواني يا أخوان، إيش اللي حدث الآن؟ نزلت قذيفة كاتوشا لمكان تجمع بعد صلاة العصر، خرجوا من المسجد تجمعوا ونزلت قذيفة كاتوشا، أصابت ما أصابت، واللي استشهدوا 2 وأطفال جرحى معنا، أطفال اللي قد بالعناية المركزة هذا اللي حصل. هذا الزوج ينطق ألما بجوار زوجته التي مزقت الشظايا ساقها بسبب قذائف الحوثي. كيف نعمل؟ اللحم قد راح، ما بقي الا العظم فقط، ما ينفع. من أطلق القذيفة؟ من قذائف الحوثيين التي موجودة في منطقة الربيعي. قذائف الهاون وصواريخ الكاتوشا والحصار المستمر هي رسائل الموت التي تبعثها عصابة العنف والإجرام ليلا ونهارا على المدنيين بمدينة تعز. لم تكتفي ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين بقتل الأفراد بمدينة تعز، بل ترتكب مجازر بحق أسر بأكملها، جرائم لا يمكن وصفها سوى بجرائم حرب. أمين دبوان، يمن شباب، من مستشفى الصفوة بتعز.